مرحبا يا صبايا، كيفكن؟ شوفوا لي هالكريم الأساس اللي عملته في البيت شو نحتاج حلو. يا صبايا بالأول ملعقتين تابعوا كبار الفيديو من أي للأخير. مرطب للجسم. نحتاج ملعقة صغيرة من جل الصبار، ربع ملعقة قهوة، ربع ملعقة قهوة سريعة الذوبان نسكافيه، نصف ملعقة نشا، ونصف ملعقة زيت جوز الهند أو زيت اللوز المر. نبدأ نخلط المواد المكونات كلها مع بعض. نحط النشا، نخلط المواد الجافة، هلأ بنحط جل الصبار نصف ملعقة صغيرة، زيت جوز الهند، نخلط. بالبداية بتشوفوا اللون كتير غامق، بس بعد ما بتضلوا تخفقوا بيفتح اللون. هلا بنحط ملعقتين من كريم المرطب، هلا عملنا أحلى كريم أساس للبشرة السمراء، أو يلي منكم بتحب تحط الأسمر. هيدا الكريم كتير حلو، جربوه يا بنات لأنه طبيعي وصحي بمواد طبيعية من البيت. بتحطوه بعلبة محكمة الإغلاق وبتحطوه بالبراد. بعد الضرب شوفوا كيف افتح لونه، كتير حلو. هلا بجرب على ايد، والايد التانية ما بحط عليها شي لتشوفوا الفرق. بتحطوه بالفرشاي او بالاسفنجة، انا حطيته بالايد لتبين النتيجة اكتر. فيه لمعة كتير حلوة. اذا محتاسة وما عندك كريم اساس اعمليه في البيت بيكون احسن بمقاديره المظبوطة. لا تنسوا يا صبايا تدعموني باللايك والشير والمتابعة.